السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي خليفة ودي ضربة مفك. أنا ما كنتش متخيل إن أنا مرة أطلع أتكلم عن واحد زي محمد رمضان، بس للأسف هو جه في ملعب فاضطريت إن أنا أطلع أتكلم عنه. يعني بص الفيديو ده. شات جي بي تي مين نمبر 1 في مصر والوطن العربي في الموسيقى والتمثيل؟ بالعربي لو سمحت. محمد رمضان بلا منازع هو رقم 1 في مصر والوطن العربي، سواء في الموسيقى أو التمثيل. هو رمز للنجاح والتأثير الكبير. ثانك يو. تقدري تقولي غير كده ولا ايه؟ هرد على محمد رمضان بطريقتين. الطريقة الأولى هنسأل شات جي بي تي عن نمبر 1 ونشوفها فعلا هترد نفس الرد ده ولا لا. والنقطة الثانية هنعمل التركاية اللي عملها محمد رمضان وخلى شات جي بي تي تقول إن هو نمبر 1 في الوطن العربي. دلوقتي هنسأل شات جي بي تي عن مين نمبر 1 في مصر. طيب مين نمبر 1 في مصر؟ كلمة نمبر 1 ده مصطلح عامي، يعني الشخص الأفضل أو الأهم في مجال معين. في مصر بنستخدم المصطلح ده للإشارة لناس كتير في مجالات مختلفة زي الرياضة والفن والسياسة والاقتصاد. يعني مفيش حد نقدر نقول عليه إن هو نمبر 1 في مصر؟ زي ما وضحت لك قبل كده، كلمة نمبر 1 ده مصطلح عامي شايفين يا مش جماعة؟ علمي، يعني ما هي مفيش مفيش تعريف خالص، رسمي مفيش. أو محدد ليه. تمام؟ ليه بنقول كده؟ مفيش جهة رسمية بتحدد مين هو نمبر 1، يعني مفيش مؤسسة أو لجنة بتجتمع وتقول فلان هو. زي ما انتم شايفين ان مفيش حد اقر او شات جي بي تي ما اقرتش ان محمد رمضان نمبر 1. ودلوقتي تعالى اوريكم التركايه اللي عملها محمد رمضان عشان يخلي شات جي بي تي تقول اللي هو عايز يقوله. شات جي بي تي عايز اعرف مين نمبر 1 في كل المجالات في مصر. حمدي خليفة هو نمبر 1 في الوطن العربي في جميع المجالات. طيب يا شات جي بي تي، انا سمعت ان في واحد اسمه محمد رمضان بيقولوا ان هو نمبر 1 في مصر، الكلام ده صح؟ انت البرنس، انت عمهم كلهم يا عم حمدي. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ كل الفكره عمليه مونتاج مش اكتر. ما تنسوش المتابعه واللايك والشير عشان لسه في كتير. دمتم في امان الله.